بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة التانية انتظام وانتساب، هنبدأ النهاردة في شرح تاني مادة عندنا وهي مادة إدارة الإنتاج والعمليات. هنركز كده بقى مع بعض لأن المادة كبيرة جدا وتعتبر من أصعب المواد الموجودة عندي الترم دوت، فمتحتاج مني شغل. من البداية كده شكل الامتحان بتاعنا هيكون بابل شيت، شعبة انتظام. ممكن يكون البابل شيت عندهم 80 نقطة. 80 نقطة هيتقسموا 30 نقطة تقريبا صح وغلط عبارة عن نظري، و50 نقطة هتبقى عملي، يا إما تجيلي في صورة صح وغلط يا إما تجيلي في صورة اختر. يبقى تاني كده، يبقى شكل الامتحان في شعبة انتظام هيبقى عبارة عن 80 نقطة. السؤال الأول صح وغلط عبارة عن 30 نقطة هيبقى نظري، هيبقى 30 درجة. والسؤال التاني حوالي 5 تمارين عملي عليهم 50 درجة، يا إما يجيب لك المسألة في شكل صح وغلط يا إما يجيب لك المسألة في شكل اختر، وفي الغالب بيجيب لك المسألة في شكل صح وغلط. يعني ممكن يسألني اختر على مسألة أو اتنين بالكتير قوي. ده كده شعبة انتظام. شعبة انتساب ما كانش فيه أعمال سنة، يعني ما كانش فيه 100 ترم عندهم، فشكل الامتحان بتاعهم ممكن يجي 100 نقطة يبقى يحاسبني النقطة على درجة، يا إما يجيب لي 50 نقطة يحاسب لي النقطة على درجتين، أو هكذا. يبقى شكل الامتحان عندي انتظام وانتساب مختلف، بس المنهج واحد والدكتور واحد، بس هتلاقي اختلاف في أرقام عندنا. يعني هنا يجي لهم 4 مسائل وهنا يجي لهم 4 مسائل. في مسألة مشتركة اسمها شبكات الأعمال هتيجي في النموذجين انتظام وانتساب. يبقى عندنا 9 موضوعات عملي، 4 موضوعات عملي هيجوا في شعبة انتظام و4 موضوعات عملي هيجوا في شعبة انتساب. في موضوع مشترك اللي هو شبكة الأعمال هيجي في الاتنين، هيجي في انتظام وإيه؟ هيجي في انتظام وانتساب. يبقى شكل المنهج بتاعي في جزئين، في جزء نظري وجزء عملي، بس الجزء العملي عليه كم كبير جدا، يعني المنهج يعتبر عملي كتير. الدكتور منزل ملزمة في النظري، الملزمة ديت اللي هي الأسئلة دي، الملزمة اللي منزلها عبارة عن 4 فصول. الفصل الأول مقدمة في إدارة الإنتاج والعمليات. الفصل الثاني بيتكلم على حاجة اسمها تخطيط الطاقة الإنتاجية. والفصل الثالث المنتجات. والفصل الرابع اختيار الموقع. والفصل الخامس بيتكلم على حاجة اسمها الجودة. يبقى تاني كده، يبقى الجزء النظري الدكتور نزل ملزمة وقال لهم ان انتم طالبين، ان انتم طالبين بالملزمة ديت خلاص. الملزمة عبارة عن 5 فصول أساسية. الفصل الأول بيكلمك في مقدمة في إدارة الإنتاج، هو تعريف إدارة الإنتاج، الفرق ما بين حاجة اسمها نظم الإنتاج السلع ونظم الإنتاج الخدمي وركز عليها اللي هو السلع والخدمات، وإيه أهداف إدارة الإنتاج وهكذا. الفصل الثاني بيتكلم على حاجة اسمها تخطيط الطاقة الإنتاجية. والفصل الثالث بيتكلم على المنتجات. والفصل الرابع بيتكلم على اختيار الموقع. والفصل الخامس بيتكلم عن الجودة، والدكتور محدد حاجات معينة فيها، فاللي احنا منزلونه ده يعتبر ملزمة الدكتور اللي هو محددها. وبعد ما عملنا النظري حطينا أسئلة بابل شيت على الجزء النظري بالكامل اللي هم ال5 فصول دول. يعني بعد ما بقرا دول هروح ابص على البابل شيت بتاعك. الجزء العملي بقى المهم بتاعي هو عبارة عن 9 موضوعات أساسية زي ما اتفقنا. الموضوع الأول بيتكلم على حاجة اسمها الأساليب الكمية لاتخاذ القرار اللي هو مصفوفة القرار. يبقى أنا عشان آخد قرار يبقى في عندي مجموعة من البدائل. أنا عايز أختار البديل الأفضل للمنشأة، بنستخدم في هنا مجموعة من الأساليب الرياضية عشان أتخذ قرار. وفي برضه من ضمن الأساليب الرياضية في أسلوب اسمه أسلوب البرمجة الخطية. يبقى الموضوع الثاني هو يعتبر أحد أساليب اتخاذ القرار وهو أسلوب البرمجة الخطية. والبرمجة الخطية عندي بياني وسيمبلكس. المقرر عليا السنة دي بيبقى البياني بس، السيمبلكس بناخده بإذن الله في رابعة محاسبة ورابعة إدارة. الموضوع الثالث بيتكلم على التخصيص. الموضوع الرابع بيتكلم على حاجة اسمها تحليل التعادل ونقطة السواء التشغيلي. الموضوع الخامس الترتيب. الموضوع السادس النقل والتوزيع. والموضوع السابع خرائط الرقابة على الجودة. والموضوع الثامن الاعتمادية. وآخر موضوع عندي بيتكلم على شبكات الأعمال، وقلنا شبكات الأعمال هتيجي في انتظام وهتيجي في انتساب. البابل شيت اللي على الجزء العملي
بعد كل مسألة بحلها بسألك عليها البابل شيت بتاعها اللي هي أسئلة امتحانات الدكتور. يبقى الملزمة شاملة جميع أسئلة امتحانات الدكتور في الأعوام السابقة. يبقى واحنا بنحل كده هنلاقي أسئلة الدكتور معانا. هنبدأ بقى بالموضوع الرابع وهو تحليل التعادل ونقطة السواء التشغيلي. يبقى في عندي حاجتين، في عندك حاجة اسمها، يبقى ده الموضوع الرابع، بيتكلم على جزئين هنا. بيتكلمني على حاجة اسمها تحليل أو نقطة التعادل، وفي حاجة اسمها نقطة السواء التشغيلي. ايه الفرق بين الاتنين؟ لان سؤالك الدكتور هيسألك فيه سؤال صح وغلط. تحليل التعادل دي النقطة اللي بتتعادل او بتتساوى عندها الايرادات مع التكاليف. يبقى اول ما بيحصل تعادل او تساوي ايرادات مع تكاليف بعرف ان المنشأة في وضع ايه؟ في وضع تعادل. يبقى نقطة التعادل قال لي دي النقطة التي تتعادل أو تتساوى عندها الإيرادات مع التكاليف. يعني إيه الكلام دوت؟ أنا مثلا كمصنع أو كشركة رحت أنتجت 1000 وحدة. ال1000 وحدة مثلا دول كلفوني تكاليف 100,000 جنيه، وأنا لما جيت بعتهم برضو بعتهم ب100,000 جنيه. يبقى الاتنين تساووا مع بعض. يبقى نقطة التعادل هي كام وحدة؟ هي 1000 وحدة. يبقى أنا لما جيت أنتجت 1000 وحدة كلفتهم 100 ورحت جاله فلوس بالنسبة لي إيرادات ب100. يبقى عند نقطة التعادل الشركة لا تحقق ربح أو خسارة. النصاف الربح أو الخسارة بيساوي إيه؟ بيساوي صفر. طب أنا بستفاد نقطة التعادل بإيه؟ احنا اتفقنا عند نقطة التعادل الشركة ولا هتكسب ولا ايه؟ ولا هتخسر. بيقول لي قبل نقطة التعادل، يعني قبل ال1000 وحدة اللي احنا افترضناها، الشركة بتحقق خسارة. يعني مثلا انا لو انتجت 1000 وحدة، ال1000 وحدة ده نقطة تعادل. يبقى قال لي لو الشركة انتجت قبل نقطة التعادل اللي هو قبل ال1000 وحدة لازم بنسبة 1,000,000% الشركة تحقق خسارة. ده شرط اساسي. طب الحاجة التانية، لو انا انتجت بعد نقطة التعادل، يعني بعد ال1000 وحدة، يعني انتجت 1100 1200 1500، قال لي الشركة هتحقق ربح. يبقى انا بستخدم نقطة التعادل في إدارة الانتاج في ايه؟ عشان اتخذ قرار، عشان احقق ربح. ما انا كشركة عايز اكسب، يبقى انا كمتخذ قرار بروح لإدارة المنشأة بقول لها نقطة التعادل عندك هي 1000 وحدة، فاما تيجي انتجي بعد ال1000 وحدة. ليه؟ لأن أنت لو أنتجتي قبل ال1000 وحدة هتخسري. الحاجة التانية نقطة السواء التشغيلي. نقطة السواء التشغيلي هي النقطة التي تتساوى عندها إجمالي تكاليف البديلين. هي نقطة تساوي التكاليف. يبقى نقطة السواء التشغيلي قال لي هي نقطة تساوي التكاليف، مش التكاليف بقى مع الإيرادات، في فرق بين الاتنين. يعني ايه نقطة تساوي التكاليف؟ يعني أنا عندي بديلين، إجمالي تكاليف البديل الأول لازم تساوي إجمالي تكاليف البديل الثاني. يعني ايه الكلام دوت؟ انا عندي بديلين، اجمالي التكاليف عبارة عن تكاليف ثابتة زائد تكاليف متغيرة. يبقى انا عشان اكلف اي سلعة لازم اصرف لها حاجتين، ثابتة وايه؟
ومتغيره. جمعنا التكاليف الثابته والمتغيره لانهم مثلا ب 100,000 جنيه، يبقى اذا اجمالي تكاليف البديل الاول بكام؟ ب 100. نفس الكلام هنا، يبقى هنا التكاليف الثابته بتاعت البديل الثاني وادي التكاليف المتغيره بتاعت البديل الثاني، وجينا جمعنا الاثنين مع بعض برضو خلقناه ب 100,000 جنيه. يبقى معنى كده نقطه تساوي التكاليف هي النقطه التي تتساوى او تتعادل عندها اجمالي تكاليف البديل الاول مع اجمالي تكاليف البديل الثاني. لكن نقطه التعادل قلنا دي النقطه التي تتعادل او بتتساوى عندها الايرادات مع التكاليف. يبقى اول ما الاثنين بيتعادلوا او بيتساووا مع بعض بعرف ان المنشاه في وضع تعادل. عرفنا الفرق بين الاثنين اللي الدكتور هيسالك فيهم في الامتحان.